وخذ واحد الهدف بركه ما تبقى جالس ما عارف شنو باغي دير. شهر ما درت والو، يقول لك حياتي كامله حسيت بها دازت قدامي. ماشي مشكل الا درتي الاخطاء، المعاناه ديالك اللي انت هارب منها هي اكبر قوه عندك. تنقول بالدارجه الوقت كيطير، ولكن في الحقيقه تنقولوا بالدارجه الوقت كيطير. وفعلا هذه القضيه شحال من نوبه تنكون جالس تنقول ساعة المكانة دازت فاش دازت ما درت والو، وديك الساعة تقدر ترجع 4 السوايع، 4 السوايع تقدر ترجع 8 السوايع، و8 السوايع تقدر ترجع نهار كامل داز ما عرفتوش حتى كيفاش داز، ما قضيت حتى شي غرض، ما استفدت والو، ما خدمت والو، ما قريت والو. نهار يقدر يرجع سيمانة ما درت فيها والو، شهر ما درت والو. كنحس بحال هذا الشهر بحال الشهر اللي قبل منه ما تغيرت حتى حاجه في حياتي. وللاسف شهر يقدر يرجع عام. وإلا مشينا عند شي راجل فيه 60 عام شارف ولكن للاسف ما دوزش شي حوايج زوينين في حياته، غيقول لك نفس الحاجه، يقول لك حياتي كامله حسيت بها دازت قدامي وما درت حتى شي حاجه زوينه في حياتي. هادشي علاش صوبت هذا الفيديو باش نرجعوش بحال هذا الراجل هذا، لانه ما حدك مازال صغير. هذه هي الوقيته باش انك تغير حياتك، تصنت لي مزيان باش انك ما تضيعش الحياه ديالك وتفرج فيها كتضيع. غنهضروا على 4 الخطوات. الخطوه الاولى، ملي كيكون الانسان مازال جون بين 20 و 30 سنه ماشي مشكل الا درتي الاخطاء. الا كنتي خدام مهندس حتى واحد ما كيتسنى انك تكون تا هو لو شيف دو بروجي. الا كنتي طبيب كتكون اسيستون، كتساعد، كدير لا سبيسياليتي مازال كتوجد. الا كنتي كتخدم مزيان اللهم بارك، ولكن الا كنتي ما كتعرفش تخدم مزيان كاين داك العذر، تيقولوا مازال صغير عاد بدا، مازال 24 عام 25 عام 26 عام 29 29 30. هنا كتبدل 30 عام اخويا انت هو المسؤول. علاش ما صوبتيناش هذه؟ لا اخويا ماشي سوقنا. والمشكل هو ان الانسان كيحس بواحد القلبه بواحد الطريقه صعيبه. وبالاخص دابا المشكل اللي الانسان خصو يفهم هو انه ملي كيوصل 30 سنه شنو تيوقع؟ كتجي المسؤوليه، الوليدات، تتزوجوا. ملي تنتزوجوا الناس اللي ما تعلموش الحرفه، اللي ما تعلموش واحد يعني يتقنوا شي حاجه كو ماشي حرفه هي زعما شي حاجه يدويه، لا حرفه اي حاجه. مهندس راه تنبغي نسميها بحال حرفه، لانك تتقوم بواحد العمل وكتقنو. الا ما تقنتيش شي حاجه فعرف ان الحياه تجيك صعيبه بزاف من بعد 30 سنه، لان ما بقالكش الوقت، ما بقاتلكش الطاقه، وما بقالكش الجهد باش تعلم حاجه جديده. خصو هادشي كامل. الا بغيتي تتعلم شي حاجه راه خصو الدمير، خصو 3 سنين 4 سنين وانت كتدمر باش تعلم ديك الحرفه. هادشي علاش دابا الناس تنقول لهم ما تضيعش الوقت ديالك في لا جونيس ديالك، ما تبقاش تتخربق. ما تقولش ماشي مشكل، اللي بغى يقرا اللي بغى يخدم العام طويل، لا اللي بغى يخدم خصو يخدم دابا. انا شخصيا عندي واحد الطريقه باش كنميز الناس، كنشوف القيم ديالهم مع الوقت، ماشي صحيحه 100% ولكن 99%. الا كان واحد الانسان عزيز عليه يضيع الوقت، سيطادير انت غادي تلاقيتيه في الزنقه، اهلا بخير يلا معايا تقهوى معايا، كيمشي معاه. جلستي وتقهوى، جا واحد اخر قال له يلا معايا، كيمشي معاه. هذا الانسان هذا تنعرف ان القيمه ديالو في السوق، يعني عندنا الوقت زايد ناقص. اما ملي كيكون شي واحد اللي عنده واحد المهارات واحد التقنيات مجهدين ما تيبغيش يضيع الوقت بزاف. اذا الخلاصه ديال المرحله الاولى هي ما خصكش تضيع الوقت، خصك تحس بالمعاناه قبل ما دير 30 عام، لان هي وصلتي 30 عام غادي يوقع لك بحال ديك الناس اللي كتشوفهم في الحومه وفي الاقارب اللي ما ناجحينش في الحياه ديالهم. حس بالمعاناه دابا، ما حدك بين 20 و 30 سنه باش تنوض تجمع راسك. واخا يقولوا لك ماشي مشكل ما تكونش خبير، لا سيدي، انا بغيت نكون خبير، انا حمق في 20 عام وتنخدم، بغيت نكون خبير او لا، راه كيتسناك المعاناه الكبيره. لان من بعد 30 سنه الا ما كنتيش خبير وكطير في شي حاجه يعني اكسبير فيها، راه ما غاديش تعيش مزيان ماديا، غيوقعوا لك دي بروبليم فينانسي، لان الحياه ماشي سهله. يعني تبقى عايش وصافي، شحال من الناس غير عايشين وصافي، 40 مليون مغربي جالسين معاك حتى هما غير عايشين. الخطوه الثانيه هذه خطوه شويه صعيبه، ولكن غادي نبغيكم تفهموني مزيان، لان ديما تنهضر لكم خصك تشعر بالالم ديالك، تصالح مع المشاعر السلبيه. شنو معنى تتصالح مع المشاعر السلبيه؟ اليوم غادي نهضروا مزيان على هذا الموضوع، وموضوع فعلا عميق لانه تنهضروا عليها بطريقه فاغ، ولكن الا دخلنا للموضوع وفهمتيوني مزيان غادي تقدروا تغيروا حياتكم بمعنى الكلمه. لان الحقيقه هي ان ما عندك لاين من الالم غتحس به. المغرب 40 مليون المغاربه كاملين كنحسوا بالالم، غير الالم ديالنا مختلف. كاين اللي كيحس بالالم في القلب ديالو، كاين اللي كيحس به في المصارم ديالو، كاين اللي كيحس بالغمه، كاين اللي كيحس بالتزييره، كاين اللي كيحس بالشقيقه راسو كيتزير عليه. وكل واحد فينا
عنده الم مختلف. وعاوتاني العالم العربي المسلمين 1.5 مليار المسلمين كل واحد فينا عنده الم مختلف، كاملين كنعاني. وهذه هي النقطه المشتركه تعيلي بين الناس كاملين، هي ان كل واحد فينا عنده شي معاناه في شكل. الكره الارضيه 8 المليار ديال الناس كاملين كيعانيو، كل واحد عنده معاناه في شكل. دابا انا تنقول لك في هذا الفيديو انك غتركز لي على داك الغمه وعلى داك التزيره اللي تجيك، وبداك الشعور السلبي اللي كيمنعك نورمالمون انك تنجح هو اللي غادي يعاونك تنجح. علاش؟ لانك غادي تدخل عنده دابا بطريقه مختلفه. فعط ما تدخل عنده وانت خايف وانت حزين وانت في داك الطاقه ديال تتشكى وما عجبكش الحال، لا، غتدخل عنده اليوم بشجاعه، غتدخل عنده اليوم بواحد النيه انك تغيره. وهذا الشيء كيدير الاختلاف كامل، لان الا درتي هذه القضيه ما يمكنش ما تغيرش. عندك تدخل عند الخوف ديالك وتشوف فيه، تشوف داك لو مونستر، راه سي لا ديفيرونس. ها هو لو مونستر، ولكن كاين واحد لو مونستر داخل، لان ملي كنكونوا صغار كنكونوا كنخافوا من الظلام، وهذاك لو مونستر ملي تتواجهوا بهذه الشجاعه كما قلنا تما كدير لا بينغو، صافي تغيرتي. ما يمكنش ما تغيرش، لانك تاخذ القرار، كتاخذ القرار ان ما يمكنش نبقى نخلي هذا الخوف هذا الحزن هذا الغول هذا في قلب مني اكتسبته من الطفوله، ما يمكنش نبقى نخليه كيتحكم لي في حياتي. يمكن لي نتغير، عندي الحق نتغير. شنو اللي علاش ما نتغيرش؟ ومني كتجي داك لا ديسيزيون ديك القرار من الداخل ماشي بحال ملي كيجي من الخارج. لان دابا كنشوفوا لي فيديو ديال الموتيفاسيون، ولكن ما تنتغيروش. علاش؟ كنتغيروا غير ساعه المكانه ولا ساعتين ولا 3. انا خصني نبقى مغير، ما خصنيش نتغير ساعه المكانه. والحل هو انك دير التغيير من الداخل. زوينين لي فيديو ديال الموتيفاسيون كيفكروك فواحد الطاقه ايجابيه للداخل، ولكن الا كان لو بلوكاج واخا تعيا تكون طاقه ايجابيه ما كدوزش. وباش اننا نزولوا هذا البلوكاج هو هذا الشعور السلبي خصو يرجع صاحبك، خصك تدخل لعنده، لانه غيعطيك واحد القوه. هذاك الشعور اللي كيبان سلبي هو براسو غادي يعطيك القوه. كتاخذ داك لا ديسيجن كتكون 10 المرات 20 مره 50 مره احسن من ان يجي عندك شي واحد ويحفزك. شي علاش في الحصص اللي تندير انا التدريبيه ضروري كنخلي الانسان يدخل الدواخل ديالو، حس بالطاقه السلبيه، حس بالمعاناه، حس بداك الشعور اللي كانوا يخليوك والديك تحس به. والالم ديما تنلقى انه صديق. ملي كندخلوا للالم كنلقاو الصدق، ما كنلقاوش الضحك، ما كنلقاوش الهضره الخاويه، ما كنلقاوش المقاومه، كنلقاو انسان باغي يتغير. لان داك المعاناه ملي كيشد شي واحد الحريق في كرشو وكيقول لك راني مريض ديوني عند الطبيب، راه ما تيبقاش يضحك ويقول لك انا ما غاديش نوقف داك العادات السلبيه اللي تيقول لك اخويا نوقف كل شيء. المعاناه ولا شتي شي واحد مريض، وانا كطبيب غير في الدراسات ديالي شفت بزاف تيدخل الانسان فواحد المعاناه قويه. المعاناه صادقه، ديما صديقه سانسير، ما فيهاش الضحك. وهذا الشيء علاش المعاناه ديالك اللي انت هارب منها هي اكبر قوه عندك وانت ما عاطيهاش القيمه. لان العقل ديالنا كيحمينا. دابا العقل ديالنا كيحميك، ما كيبغيش يفكرك في لي موفي سوفونير. ملي كتفكرهم كيقول لك لا ماشي دابا، ولا كيخليك تفكرهم بطريقه بحال ناقصه مخربقه ضايخه. كاين اللي تيقول لك جاتني لا ديبيرسوناليزاسيون، سيتادير ما بقيتش كنحس براسي انا هو انا، تنتفكر هادشي بحال وقع لشي انسان واحد اخر. لا سيدي راه وقع لك انت، ما وقعش لواحد اخر. هذا المشكل واقع لك انت، وبغيتك تشوف داك لو بروبليم، بغيتك تفكر ملي شدك الوالد ديالك وعطاك قتله العصا وحسيتي براسك ما صالح حتى شي حاجه في الدنيا، ماشي وتحس بنفس الشعور، لا، دخل عندك الشعور بشجاعه وبقوه، تقول له ها انا دابا ما غاديش تضربني ياك، انا دابا راني تغيرت، رجعت راجل وانا نجحت في حياتي، انا ماشي مكلخ بحال اللي كنتي كتقول لي. رجع لذاك المرحله ملي كنتي صغير وضحكوا عليك الدراري، رجع للمعاناه، ديك المعاناه اللي قويه. كاينه معاناه في الدنيا كاينه، ولكن الا جينا نشوفوا الانسان كيضيع حياته، ما تدير والو في حياتك، هذه راه فضيحه اكثر من المعاناه، مصيبه ما يمكنش نبقاو مكملين هكا. اذا تنقول لك هذه هي اخر فرصه عندك، هي ديك المعاناه اللي كتبان لك خايبه، لان لا يفعل ربك الا خيرا. وقعت لك واحد المصيبه وربي عطاك واحد المعاناه باش تخرج من الازمه، ومني غتركز على ديك المعاناه مزيان وتحس بها وتقول انا ما خايفش منها، ما نكميش الحشيش، ما نشربش، ما ناخذش الدواء باش ننسى، لا، نحس بالمعاناه ونواجهها. انا كنحس بك،
وغادي ننجح، غادي نعيش حياتي، غنتزوج، غنخدم، غندير، غنفعل. هذه هي احسن طريقه باش ان الانسان ما يبقاش يخلي حياته كتضيع امامه، هي يركز على النقطه اللي كتألمه، على الصدق اللي في الدواخل ديالو. اكثر حاجه صادقه هي القلب، وديما 90% كنلقى المعاناه في القلب. كتكون بعد نوبات في الكرش، في الاحشاء، في العقل، في العنق، ولكن في القلب بزاف، لان الانسان في الدواخل ديالو عنده ديك المعاناه. تنقول لك ما تخافش منها، المعاناه صديق ديالك، ولا تصاحبتي معاه غتقدر انك توصل لشي حوايج عظيمين في الحياه ديالك. التغيير غادي يكون جوهري، يعني ما تعرفش راسك من رجليك كيفاش تغيرتي، ماشي بحال داك التغيير اللي كيبقى بشويه بشويه حتى كتمل. لا، دخل المعاناه وبكي بكي بكي بكي. شنو غيوقع الا بكيتي؟ بكي، ولكن غادي تنوض انسان جديد. ماشي تبكي باش تبقى نفس الانسان، باش تبقى في المعاناه، لا، غادي تبكي هاد النوبه باش تنوض انسان جديد. العقل الباطني غريب الامر ديالو، ولكن في حقيقه الامر داك الوحش اللي كيبان خايب نقدروا نرجعوه معنا ويرجع حتى هو تيخدم الامر ديالنا، لان هكا العقل الباطن كيبين لنا الصور، كيبين لنا شي حوايج غريبين. واحد السيده كانت جات عندي واحد النهار كتعاني من ستريس بوست تروماتيك، كان وقع لها الله يستركم اغتصاب. كانت ديما كتقول لي كنحلم بالدم وكنحلم بالقتيله، واكثريه ديال الاطباء اللي كانوا كتعالج عندهم تيزيدوا لها في الدواء وصافي. كتقول لهم انا شنو كنشوف، تنتخيل راسي تنهلك شي واحد كنضربو كنقتلو تعطيوه الدواء. الوغ انا قلت مع راسي هاد السيده علاش ما نديروش معها شي طريقه علاجيه اللي تشافى. وجلست معاها وكانت حصه شويه صعيبه، ولكن قلت لها اجي كمل شنو واقع، يلا كاين الدم وشنو واحد اخر. وبقات كتعاود لي واحد القصه، حنا بزاف د العيالات بينا وهزين الفاس وكنتقاتلوا وكنديروا وكنفعلوا وكان، وكانت غير قصه هكا غريبه. قلت لها مزيان كي كتحس براسك بقوه مازال باغي تضرب شي واحد؟ قالت لي لا. قلت لها اوكي سالت الحصه مشات. جات عندي من بعد شي 2 سيمين هكا، قالت لي شوف هذه احسن 2 سيمانات في حياتي، رجعت عندي الطاقه، رجعت كنحس بالقوه. وهادشي اللي تنقول لكم، حسوا بالالم وحسوا بالصدق ديال الالم. الخطوه الثالثه هي بغت الانسان يتحكم في عقله، ماشي يخلي عقله هو اللي كيتحكم فيه. انا العقل ديالنا كيلعب علينا، تيقولوا بالانجلي your mind is playing tricks on you، يعني العقل ديالك كيلعب عليك الالاعيب وما كيخليكش ترونكيل. انت باغي تخدم تيقول لك نعس، درتي الريفي في 6 في 6 تيقول لك لا خويا غنمرضوا غنحياو نعس. هادشي علاش الا بغيتي تغلب على العقل ديالك غادي دير العكس ديال داكشي اللي تيقول لك. دير الريفي في 6 او فيق في 6، نوض شي نهار قول انا نفيق مع 4 الصباح وغادي نمشي نضرب شي سبقه هكا في وسط المدينه، ماشي سوقي الليلي هاديه، لا هذه بالحق هذه بالحق ديالها غير الرجال. نمشي عيط لنا شي سيد يقول لي راه مراتي خرجت مع 4 الليل ما عرفتش فين مشات. ولكن دو توت فاسون ديروا هذه القضيه، خرجوا جري شي ماراطون، قول انا نجري 10 كيلومتر، ما تقولها حتى شي واحد، هي بينك وبين راسك، بين لراسك انك ما تتفلاش. قول العقل ديالك سالينا الضحك، سالينا التفليه، تعصب، زدح على داك الطبله، هرز داك الطبسيل وشوف في الحياه ديالك وقول انا ما بقيتش كنتفلى، ما يمكنش نكمل هكا. شحال المعاناه وشكون اللي يمكن له يوقف هادشي؟ انا. وكنوعدكم انكم الا فعلا درتوا هذه القضيه ماشي غير بقيتوا تتفرجوا في الفيديو وصافي، الا فعلا حسيتي وعطيتوا واحد النهار جلستي وقلتي انا نتفكر شنو قال لنا هذاك الدكتور باش نقرا، نشوفوه في فيسبوك، اجي نحس بهذه المعاناه ندخل عندها بشجاعه. كنوعدكم بلي غتحسوا بالفرق كبير، والتحفيز 100 نوبه اكثر من انك غير تشوف اون فيديو وتتقول هادشي زوين انتريسون. لا، ديروا بصح غادي فريمون تحس بالفرق. دونك استيقظ مع 6 صباحا، مع 4 صباحا. الصدق احسن من التحفيز، الصدق هو اهم حاجه. وهذه هي الخطوه الثالثه، هي بغيتك تتحكم في العقل ديالك. وكيفاش غادي دير؟ دابا سالينا غير ندخلوا عند الشعور والشجاعه، لا، دابا كتاخذ واحد لا ديسيزيون. عقلي قال لي غنديروا ليكزارسيس حتى الغدا، التمارين ديال الرياضه ولا نابورت كوا، لا اليوم نديروهم. خديت القرار ندير شي حاجه غادي نديرها، ما نتراجعش، ماشي حتى لاخر لحظه ونتراجع، غير هكاك بحال معكس صافي. انا قلت غنتريني اليوم غنتريني اليوم، واخا ما فيكش، واخا ما يوقع والو ولا ما ترينيتيش، واخا ما يوقع والو، انا قلت غنتريني دونك غادي نتريني. ملي كدير هكا مع العقل ديالك كترجع انسان ديسيبليني،
وهذه قضيه مهمه بزاف. عقلوا معايا على الموضوع هاد لا فيديو. انا الحياه ديالنا ضايعه امامنا، ما خصناش نخليوها ضايعه امامنا، خصني نرجع نتحكم في العقل ديالي. وهذا الصدق هو اللي غيخليك. والصدق منين تجيبو؟ من الالم، لان الا ما كانش الصدق ما غتفيقليش في 6 الصباح. ولكن الا فقتي في 6 الصباح وحسيتي بديك الالم اللي تيجيك مع 10 الصباح، غادي تفيق. غير حضروا في ديك اللحظه يقول انا راه ما حاملش هذا الشيء هذا، ما يمكنليش نكمل هكا، ما يمكنليش هذا النهار هذا حتى هو نبقى هنا، غادي نتسطى، غادي نحماق. ولا هاد الهضره نقولوها غير للطبيب النفساني باش يقولنا هاكو الدواء ولا ندير معكم حصه، لا. هاد الهضره قولها حتى لراسك في ديك اللحظه مع 6 الصباح. بين الصدق، نوض، سالينا الضحك. ديما تنقول سالينا الضحك نبقى نضحك. ندوزو للخطوه الرابعه. الخطوه الرابعه كاينه السياره. واخا السياره باينه ما زويناش بزاف، الرسم زوين، ولكن السياره ماشي شي حاجه. المهم دو توت فاسون الطوموبيل ديالك زوينه نتايا ودرتي لها الفيدونج، الا تبعتي الخطوات 3 الاولى فركت ريدي، واجد باش انك تنطلق. السؤال فين غتنطلق؟ واش غتمشي لاكادير ولا وجده ولا الرباط ولا فاس ولا مراكش ولا الصويره؟ انت اللي تتقرر. غير اللي يخليك اسيدي الا كنتي مازال ما عارف شنو هو الهدف ديالك من الحياه، وخذ واحد الهدف. بركه ما تبقى هي جالس ما عارف شنو باغي دير. سي تري امبورطون. سي فغي بعد النوبات تتوقع لنا تنكونوا في ازمه. بعد النوبات في منتصف العمر، واحد فيه 40 عام عاد كيبغي يقرر يدير شي حاجه جديده، ما حقه ويقدر يكسلي فيها. وكاين اللي مازال صغير، ولكن تنقول لك شوف، الا بغيتي تقرر دير شي حاجه في حياتك ما تفكرش بزاف. خذ سيمانه، 2 سيمانات كاع شهر صافي باش تقرر. لان نفترضوا دوزتي عام في واحد الدومين وما عجبكش، ماشي مشكل، وقفوا. داك العام غيفيدك، ماشي ما غاديش يفيدك يكون هيك انت كتضيع فيه الوقت. اللي خايبه هي تكون جالس وتالف، ما عرفتيش فين تمشي، جالس في وسط لوطوروط. لا سيدي سير للرباط، ما عجبتكش الطريقه الكازا تلقاها في الطريق ديالك، ماشي مشكل. واللي مزيان ديما هو التجربه. هادشي علاش زور الشركات، دير دي ستاج، سير من المول باتيسري سولو كي دايره حياتك، سير عند الطبيب قول له بغيت ندير ستاج دوبسيرفاسيون، بغيت نشوف شنو تدير، كي كتهضر مع الناس، كي دايره لا روتين حياتك، معايش كتفيق، معايش كتدخل للدار. هادو هما لي كيسيون لي مهمين باش انك تعرف شنو باغي دير في حياتك. دونك كان معكم اسامه بن شقرون في ماستر كلاس، الحلقه الاولى هذه ديال الماستر كلاس. كنخبركم دابا باللي غنبداو لي ماستر كلاس الحضوريين في المدينه ديال فاس والدار البيضاء معايا شخصيا. سي دي جروب دو 10 بيرسون ماكسيموم 15 بيرسون. المهم نحاولوا نخليو ان بوتي نومبر دو بيرسون، ما بغيناش نكثروا بزاف باش يبقى داك ليشونج حلو وزوين. هاد لي ماستر كلاس كاين 2 الانواع. كاين هاد النوع ديال غير مصير حياتك اللي غنهضروا فيها على كيفاش الانسان يغير حياته في جميع الميادين الحياه. وكاين ماستر كلاس واحد اخر ديال الاسترخاء والهدانه، حتى هو دابا نهضر لكم عليه من بعد. دو توت فاصون الا بغيتيو لي زانفو غادي تعيطوا في لو نيميرو اللي في لا ديسكريبسيون واللي غادي يخرج لكم دابا شي شويه. بسلامه، الى اللقاء احبابي، الله يعاونكم.